السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. قبل ما نبدأ الفيديو ما تنسوش تشتركوا في القناة وتكتبوا لي كومنت حلوكم كده زيكم. النهارده روتين خفيف كده بقى، التنظيفات والتوضيبات. في الاول هطلع هدوم عندي غسيل في الغسالة، هطلعه انشره معاكم واشوف بقى ايه الحاجات اللي ورايا. في البداية كده اول ما اصحى من النوم بحب لو ورايا دورة غسيل اطلعها، لو في دورة في الغسالة اطلعها واحط دورة مكانها. لازم كده اول ما اصحى من النوم لو في غسيل اطلعه، لو ما فيش ادخل، لو في غسيل عنده احطه في الغسالة، او في غسيل جوه الغسالة اطلع، لازم يعني يوميا احشه من الغسالة. زي ما انتم شايفين يا حبايبي، بعد ما لميت طلعت الغسيل من الغسالة قلت ايه انشر معاكم. اديلي كتير ما نشرتش معاكم الغسيل ولا لميت. يلا ومشجعة كده، شوفوا وراكي حاجة كده لو عايزة تتعمل اعمليها. طبعا ايه الحبل ده ما بيفضاش على طول، هدوم ما عايزة تتلم يا تتنشر. طبعا لميت الغسيل، هنشر غسيل. قلت ادردش معاكم كده وقولوا لي في الكومنتات خلصتوا الشقه بتاعتكم ولا لسه كده، ولا فاضل لكم ايه. طبعا كل الناس شاطره واكيد خلصت كل حاجه. قولوا لي في الكومنتات كده خلصتوا الشقه، عدلكوا ايه فيها، علقتوا الزينه ولا لسه. بس انا ما بفضلش الزينه تتعلق قبلها بكتير، يعني حلوه لما تتعلق بيوم بيومين، بس قبلها بكتير بحس ان ملهاش اي لازمه. شايفين يا حبايبي الغسيل بغسله ونشوف معاكم. قلت ايه نشوف. طبعا الترابيزه اللي شايفينها دي اللي كانت في الصاله كنا بناكل عليها، طبعا خلاص انا قلت لكم هحطها في البلكونه عشان ايه ملهاش اي استعمال. معرفش لما اشوف كده هعمل بها ايه، وبعد كده طبعا مش هرميها، يعني مفيش حاجه بتترمي دلوقتي، يعني مش اي حاجه نرميها، خليها برضو ممكن محتاجه في حاجه، مش كل حاجه نرميها يعني. ما اشوف بقى عاوزها في حاجه ولا لا. هنا بعد ما لميت الغسيل ولميت غسيل قلت ايه امسح البلكونه باخدها معايا كده، هي نظيفه يعني كل حاجه. زي ما قلت لكم انا الشقه عندي ايديا فيها، يعني ما بستناش اي مناسبه كده عشان اعمل لها تنظيف عميق. ايديا في الحاجه، طول ما انا ايديا في الحاجه كده ما بقولش اعمل لها تنظيف عميق. يعني حتى المطبخ برضه ايديا فيه وما عملتلوش تنظيف عميق. يعني انا عارفه المطبخ بتاعي نظيف، كل ما بيحتاج كل ما بعمله، يعني مش لازم اعمل له يوم مخصوص كده. كل يوم كده ابقى قاعده فاضيه كده، ولا وانا واقفه في المطبخ افضي درج، افضي رف، انضفه ولمعه. يعني مش لازم كده يوم كده امسكه من الاول يوم كده طويل اطلع اللي في المطبخ عشان ايه اعمل له تنظيف عميق. لا، طول ما انا واقفه في المطبخ بعمله، يعني مش لازم يوم واحد كده امسك المطبخ. طبعا احنا ورانا حاجات تاني، يعني مش هنمسك المطبخ في يوم كده ونسيب بقى الحاجات اللي ورانا. كل ما يبقى انت واقفه في المطبخ كده امسكي ظرف، امسكي بدرج وتبيه، وهو يبقى خلاص كده انت مش هتحتاجي يوم. يعني زي ما انتوا شايفين كده مساحه البلكونه، شايفين هي صغيره مش كبيره، بس الحمد لله شايفين هي نظيفه ازاي. انا مش بخلي فيها اي كراكيب ولا اي حاجه. ما بحبش البلكونه تحت ما هي بلكونه كده تبقى مكركبه، لا احبها تبقى نظيفه كده وما فيهاش اي حاجه. بس هحط فيها الترابيزه فقط، بس حطيت فيها بس الترابيزه دي عشان ايه ما عنديش مكان جوه في الشقه ومحطتها هنا بس. هو ده السبب الوحيد لما انا حطها هنا، اللي انا ما بحطش اي كراكيب في البلكونه. يعني احبها تبقى نظيفه كده وفاضيه وكل حاجه كده تدخليها كده تفتح نفسك اللي انت تقفه فيها. محبش البلكونات المتكركبه. زي ما انتوا شايفين يا حبايبي، قلت ايه بعد ما خلصت البلكونه قلت ادخل كده في الشقه كده. البلاط كده طبعا انتوا عارفين الشتا بنفرش بيه سجاد، بيبقى البلاط حاجه قليله بس اللي باينه. قلت ايه امشي الشرشوبه كده في البلاط، احب امشيها كده، اجيب ميه وكلور وايه وامشي على البلاط الباين ده. لو عملت الحركه دي هتحسي ان انت شلتي السجاد كله ونضفتيه وكنستيه ومسحتي تحتيه كمان. بس انت اعمل الحركه دي هتحسي براحه. يعني مش لازم كل يوم تشيل السجاد، طبعا بيهدد وتعب. هي بس ليه البلاط، يعني مش كل يوم تشيل السجاد من مكانه وتمسحي تحتيه، لا ده طبعا تعب، محدش هيقدر على كده. احنا بس ايه البلاط اللي باين كده بس كده هو ايه ان نمشي عليه الشرشوبه كده، هتحس برضو بنظافه وايه والبلاط ما يبقاش باين فيه حاجه كده ويبقى نظيف. اول باول على
مش كل يوم هنشيل سجاد، ده كده تعب خالص، مفيش حد فيه صحة من الموضوع ده. يوميا يشيل سجاد ويكنس وينظف، تعب للصحة طبعا. واصلا الدنيا ما بتوسخش يعني لغاية ما كل يوم هنشيل السجاد. زي ما انتوا شايفين عملت الاوض، وبعد كده ايه دخلت على الحتت اللي باينه في الصاله كده. لما تعملي الحركه دي تحسي ايه ان انتي مسحت ونضفت وكل حاجه. طبعا دي ما بتغنينيش كده يعني كل اسبوع كده نشيل السجاد، بس طبعا ايه مش كل يوم هنطوف زي ما قلتلك، يعني تمشي كده على الاماكن الظاهره دي، الاوض مش عندي يبقى الحتت اللي في الصاله. وطبعا ايه لازم نفتح باب الشقه كده ونمسح قدامه، عشان بقول لكم هو ده. ويا ريت كمان لو تمسحوا قدام باب الشقه كده وتكنسي، عشان ايه طبعا كل الحاجات اللي بتبقى قدام الباب بتدخل قدام الشقه. يا ريت يعني باب الشقه كده نفتحه ونكنس قدامه، ويا ريت لو تفضل كمان نمسحه كمان، عشان ايه طول ما باب الشقه قدام باب الشقه نضيف طول ما الشقه نضيفه. زي ما انتوا شايفين يا حبايبي، بعد ما عملت البلكونه ونشرت الهدوم ولمعت الدنيا كده، قلت ايه اطلع على السمنه اللي انا جبتها من البلد وشفتها معايا، قلت اسيحها. طبعا ايه بسم الله ما شاء الله، السمنه البقري اللي جبتها معايا وانا جايه من البلد زي ما انتوا شايفين، هسيحها معاكم. افتحها كده، طبعا دي سمنه بقري اهي بسم الله ما شاء الله. كنت اسيحها على ايه اجهزها لرمضان. انتوا عارفين رمضان بيحب السمنه البلدي في اعمال الحلويات، في اعمال الفول، في الحاجات بتاع العيد، بيحب السمنه البلدي يعني. اهي نحطهم كده في حله واسعه ونسيبهم على النار هاديه كده يسيحوا مع نفسيهم. بس ممكن ما سيحهم يعني ايه سيحهم كلهم كده زي ما انتوا شايفين. الكميه اللي كنت جايباها معايا شايفينها سمنه حلوه وريحتها بلدي. هي السمنه ريحتها خطيره بتاع البلد، ناس مضمونه يعني. ولعت النار بس تكون واطيه كده عشان ما يتحرقش منك، وبرضه ايديا هتبقى فيه. هسيبه بس يسيح كده، يسيح خالص وايديا هتبقى فيه بس لما يسيح الاول. زي ما انتوا شايفين يا حبايبها ساحت، ابتدت تسيح. طبعا اول ما تسيح خالص ايديك تبقى فيها، ويا ريت كمان تبقى ايه واقفه في المطبخ مثلا، يعني ما تسيبهاش وتطلعي بره تقعدوا في الصاله تسمعي التلفزيون تطلعي بره. لا السمنه عايزه ايه تبقى عينك عليها عشان ما تتحرقش منك. خساره الكيلو بتاعها غالي يعني مش رخيص، عشان نحروقها نخلي بالنا منها. طالما نسيح سمنه يبقى نقف جنبيها كل شويه كده نحرك فيها كده عشان ايه القعر بتاعها ما يتحرقش. ولو وصلت لغايه هنا يا حبايبي يا ريت تشتركوا في القناه. ما اقدرش اقول لكم قد ايه ولادي لما يوميا يفتحوا القناه يشوفوا اي مشترك زياده يفرحوا ويتنططوا، يقولوا يا ماما زدنا اشتراك مثلا 1 زدنا 2. يا ريت كده تفعلوا على القناه كده واشتركوا فيها وفرحونا كده، وخلي القناه تكبر بيكم ان شاء الله. واستنونا اوريكم في السمنه لما تسيح اوريها لكم عامله ايه. شايفين يا حبايبي بتغلى اهو، شايفين بسم الله ما شاء الله، شايفين مفيهاش كمان لبن بسم الله ما شاء الله عليها. يعني السمنه البلدي لازم تشتروها من حد مضمون عشان ايه ما يغشهاش، يبقى فيها حاجات من جوه كده يزودوها في الوزن عشان تكتر معاهم في الوزن. لازم السمنه البلدي تشتروها من حد مضمون. شايفين بتغلي ازاي ولونها حلو ازاي، بس هي لسه ما استوتش، بس انا حبيتها اوريها لكم كده. بصي بسم الله ما شاء الله عليها، وريحتها حلوه وخطيره ريحتها. لازم السمنه البلدي زي ما قلت لكم تشتروها من حد مضمون، مش اي حد كده وخلاص. مش كل حاجه بتتباع في السوق تبقى سمنه بلدي. في سمنه اسمها مزارع بس دي يعني معقوله شويه بس مش بلدي يعني. هلا البلدي طبعا بتبقى ريحتها حلوه يعني وانتي بتسيحها كده بتعرفيها من الريحه بتاعتها. دي سمنه بقري دي شايفين. طبعا زي ما قلت لكم ما تسيبوهاش، يا ريت وانت بتسيحي السمنه كده تكوني مثلا بتطبخي في المطبخ وعينك عليها كده، ما تسيبيهاش وتطلعي بره خالص، ايديكي فيها كده عشان قعر الحله ده
ما يتشطش منك والسمنه تبوظ وريحتها تشيط وتبقى لو عملتي بقى اي حلويات اي حاجه كده تبقى طالعه ريحه الشياط فيها. احنا عايزين ايه تبقى حلوه كده. احنا طبعا ستات بيوت شاطرين، مفيش حاجه بتتحرق مننا. وايه اديكوا شايفينها، بس هي لسه ما استوتش، لسه عايزه شويه كمان. سواها كويس عشان ما تعفنش منك، لما تسوى كويس ما تعفنش. زي ما انتوا شايفين كده السمنه ساحت، بدأت لونها كده، وهي السمنه كده ساحت مظبوطه. يعني انا كده خلاص اخرها كده. استنيت لما بردت وهعبيها معاكم في العلبه. انا عبيتها اهوت زي ما انتوا شايفين. استنيت لما بردت خالص عشان العلبه بلاستيك ما تجراش حاجه يعني. استنيت لما بردت خالص وعبيتها. بسم الله ما شاء الله. بص صفرة زي الذهب، ولا اتحرقت ولا حاجه. شايفين طول ما انت ايديكي فيها كده وهي على النار مش هتتحرق منك خالص، زي الذهب اهو. جربوها بس زي ما وريتكم. ودي المرطه طبعا ما بتترميش، في ناس بتاكلها كده بالعيش، وفي ناس تجيب عيش ناشف زي اللي انا وريته لكم كده، اللي كنت جايباه من البلد، وتكسروا فيها كده وشويه ميه عليها وعلى النار وتتاكل. طبعا تضيع لو مثلا مش عاوزه ملح تحط لها ملح، مش عايزه خلاص. دي المرطه دي بتتباع غاليه اصلا. دي المرطه اللي طلعت من السمنه. ولو وصلت لغايه هنا ما تنسوش تشتركوا في القناه وتفرحوني كده، واشوفكم على خير ومع السلامه.